يلا نتعرف على the articles أدوات النكرة والمعرفة a and the. بتستخدم قبل اسم يعد مفرد ويبدأ بحرف ساكن. Examples: I need a pen. He is a doctor. That's a bird. بتستخدم قبل اسم يعد مفرد بيبدأ بحرف متحرك أو الصفة اللي بتسبق الاسم إذا كانت تبدأ بحرف متحرك. في 5 حروف متحركة في اللغة الإنجليزية the vowels وهم A, I, E, O, U. باقي الحروف بتكون consonant يعني ساكنة. Examples: He is an engineer. That's an interesting book. It's an ant. بيشذ عن القاعدة كلمة hour وتبدأ بحرف H لا ينطق. Example: It takes an hour. The وهي أداة معرفة تستخدم مع أسماء الكواكب والجبال والبحار والأنهار والغابات والشمس والقمر والاسم اللي بنذكره للمرة التانية مع البلاد اللي فيها كلمة United مع الأدوات الموسيقية وأعضاء الجسم والأعداد الترتيبية والصفات العظمى ومع الأماكن الشهيرة زي The Cairo Tower and the pyramids. Thank you for watching. أتمنى نكون استفدنا. Thank you and bye for now.